السلام عليكم حبايب قلبي، يسعد لي اوقاتكم يا رب بالصحة وبالعافية. ورجعنا لكم بفيديو جديد. طولت عليكم هالمرة لانه كنت تعبانة وشوي مرضاني، كان صوتي منه عم يطلع. فقلت لازم اني اصور لكم ولازم اني انشر الفيديو، اورجيكم شو بعمل بروتيني اليومي وشو بقدم لكم محتوى. طبعا حبايبي هلا هون انا عم صور لكم المنظر يلي قدامي، يلي كل طبعا حبايبي انا كتير مقصرة معكم وما نشرت فيديوهات وما عاد نشرت شو بشتغل بيومياتي او شو بساوي. صراحة والله انه شوي هيك قلة فضاء او شوي تعب نفسي، ما بعرف انتو بتمرقوا بهيك شي. يلا حبايبي اليوم رح برجيكم شو رح نطبخ. اليوم رح نعمل هو منسف حمصي او مثل ما بتقولوا برغل على رز وفوقه دجاج، حسب انتو ما بتقولوا له، بس نحن بنقول مثلا انه منسف. وهون حبايبي هي جبنا الدجاج والبرول والرز وكله جاهز. جهزنا اول شغله هي لازم نغسل الدجاج كتير منيح. طبعا انا بحط له شويه خل وبحط له شويه ملح الليمون، وبرضه بحط له ملح وبخليه ينتقع شوي لحتى هيك كل الزفرة تروح منه. ومبلش ننقعه تقريبا بخليه منقوع شي نص ساعة، بس انا ما صورت لكم هيدي المدة كلها. هون دشرناه منقوع وبعدين غسلناهم كتير منيح وحطيناهم بالمصفاية يخليه يصفي كل المي منه. بعد ما غسلناهن هون حطينا شوية زيت وحميناهن وبلشنا نحط الدجاج. مين مثلي بيقلي الدجاج قبل ما يحطوا؟ في ناس بحطوا مي دغري، انا ما في داعي يسألنا، انا بقليه شوي وبخليه هيك ياخد له شوية وجه. بضيف لهم طبعا بصل ورق غار والقرفة، انا بحط لهم هذول. في ناس بحطوا له اكثر مطيبات، بس انا هذا المتواجد عندي، يعني بنعمل قدر الامكان اللي متواجدين نحن فيه. وهوني بلشت احطهم وبدي احركهم، حطيت لهم مثل ما قلت لكم البصل والورق الغار، حركناهم شوي، ضفنا لهم المي المغلية حتى يستووا معي بسرعة وما يطولوا. في ناس بيحطوا لهم شوية كربولة وبيغطوهم بتدوب معهم الدجاج كتير منيح بتستوي، بس انا لسه الصراحة ما جربت هيدي التجربة. بتنصحوني اجربها ولا لا؟ هون بلشت تغلي ولازم نشيل الوجه هذا كلياته. نقعنا الرز حسب انتو شو بتعايروا، انا عيرت نقعت الرز شوي، انا من جماعة اللي بنقع الرز. في ناس بيقولوا لي ليش انه بتنقعي، انه خاصة تطبخيه بسرعة، فانا بحب انقع الرز طبعا. هون شلنا الغتوي وبلشت وحطينا لهم شوية سبع بهارات وحطيت لهم شوية فلفل، كرمال هيك زنخة. طبعا عندي وسواس منها لازم. هون حطيت شوية سمنة وشوية زيت عشان بلش بالرز. طبعا الرز بدنا اياه ابيض من دون شعيرية من دون اي شي. وبلشنا نحركه وضفت له من مرقة الدجاج، لانه مشان تعطيها نكهة، بما انه عم نعمل منسف طبعا بدنا نستخدم مرقة الدجاج لنطبخ فيها الرز. وهون بلشنا بالبرغل وعلقنا عليهم بعد ما استوى الدجاج وبلشنا نحركهم. هون اول طبقة بنحطها البرغل، بعدين بنحط الرز، بعدها بنحط الدجاج. حبايبي اعطوني رأيكم بالنتيجة ولا تنسوا تتابعوني وتدعموني واعطوني افكار حلوة شو نطبخ كمان.